السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت ندير لكم شطيحة العظام على الطريقة الجزائرية. شكون مازال يا البنات يتفكرها ويدير، بنينة واقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت. وما تنساوش ديروا الابوني والجيم وتشاركوا الفيديو مع حبيباتكم باش يطلع الفيديو بالمحبة تاعكم. دوكا يا البنات نبداو الوصفة على بركة الله. حطيت اللحم وحطيت البصلة والثوم، ومن بعد نحطوها فوق النار ونبقاو نحركو بالعقيله حتى تدبل البصله. نبقاو يا البنات نقليو فيها مليح حتى تجي الماكله باش تجي الماكله بنينه. يا البنات كي تقلات البصله نحطو شويه زبده ولا شويه زيت ونكملو نقليوها. وهنا يا البنات كي تقلات البصله مع الزبده نحطو الملح وفلفل الكحل. من بعد يا البنات نحطو الطماطم ونحركو. البنات نزيد نصبو الماء. هني بات مطابة المرقة، نجيبو مقله نحطو فيها شويه مرقه نحطو فوقها العظام كيما هاك، ونخليوها تطيب العظمه. حطيت وحده في الطابع والباقي حطيتهم هكاك. بعد نزيد نحطو لها الملح، شويه ملح فوق العظام ونخليهم يطيبوا. وهنا بعد ما طابوا العظام في المرقه نزيناهم حطيناهم في المرقه باش يكملوا يطيبوا مع المرقه. هذا هو يا البنات الشكل النهائي للوصفه.